عارفين يا شباب مشكلتنا الكبيرة ايه؟ ان احنا مش عايزين نسمع نصيحة، او بمعنى اصح مش عايزين نسمع النصيحة من بشر، لا احنا عايزين نسمعها من ملاك. ليه؟ لان البشر بيغلط، فانت بتغلط المفروض ما تقوليش نصيحة، لان اللي يقول لي نصيحة ده شخص ما بيغلطش. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ يا جماعة معنى الآية مش كده. خش بعد اذنك على اليوتيوب واكتب معنى الآية وهيطلع لك التفسير الصحيح بتاع الآية. لان لو انت فسرت الايه كده ده كلام مخالف لكلام النبي. كلام النبي قال لك، ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لك انصح. طب اقول لك حاجه، اكتر نصيحه تاخدها عن تبطيل السجاير او عن التدخين واضرار التدخين خدها من شخص مدخن. تخيل كده واحد عمره ما شرب سيجاره جه يقول لك خلي بالك بطل التدخين علشان التدخين ضار بالصحه. وانت ايش عرفك؟ هو انت شربت سجاير قبل كده عشان تقول لي ضار ولا مش ضار؟ ما انا عارف ان هو ضار. انت جبت ايه جديد؟ لما اللي يقعد معاك واحد عمال يكح على طول، وشه اصفر، صدره مليان بلغم، مش قادر ياخد نفسه، ويبص لك كده ويقول لك هي دي اللي جنت عليا، هي دي اللي بهدلتني، اللي دمرت صحتي، ساعتها تبقى النصيحة في محلها. فاقد الشيء ممكن يعطيه عادي. ليه؟ لأنه أكتر شخص مكوي بالموضوع ده، أكتر شخص يقدر يقول لك اللي في قلبه. أنا كلي أخطاء ولازم أنصح، وانتوا كلكم اخطاء ولازم تنصحوا، لان احنا لو مستنيين الشخص اللي ما بيغلطش عشان ينصحنا يبقى مفيش حد هينصحنا، لان انتوا كده مش عايزين نبي. لان حتى النبي ليه اخطاء، يعني حتى النبي اذنب ذنب، ما الا النبي صلى الله عليه وسلم، الا محمد صلى الله عليه وسلم. فاي نبي، فانتوا كده مش عايزين، انتوا عايزين اله، انت عايز اله ينزل لك ينصحك ويقول لك اعمل وما تعملش. يا شباب النصيحه للكل، انا لو غلطت انصحوني مفيش مشاكل، انتوا تغلطوا انصحكم، ده واجبنا. لان لو مفيش حد فينا نصح مش هنبقى غابة بقى، لا، لان الغابة ليها قوانين وليها قواعد. انما لو وصلنا لمرحلة ان مفيش حد نصح التاني هنبقى نار جهنم على الارض.